من اكتر المواقف الخطيره اللي حصلت معانا واحنا في البحر. تخيل تبقى قاعد على المركب الساعه حوالي 6 الصبح، لسه النهار بيطلع، وفجاه تسمع صوت جامد جدا وتلف حواليك ما تلاقيش حاجه، وبعدين الخيط يمسك منك جامد. طب انا على وش الميه، يعني لو تحت بيمسك في الشعب منطقي على وش الميه، ولما يمسك الخيط منك جامد فجاه اكنه اتربط في قطر يجري الخيط وانت مش قادر تلم عليه حاجه. في حاجات كتيره بتحصل مش طبيعيه لغايه ما بصينا ولقيناه داخل علينا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الحقيقه انا في الاول خفت، بس بعد شويه حسيت بمتعه مش طبيعيه، لان انا شفت اكبر سمكه في البحر كله. انت لو كتبت دلوقتي على النت اكبر سمكه في البحر هيكتب لك قرش الحوت. ايها الساده، اللي قدامنا ده اللي استمتعنا بيه ده قرش الحوت وهو داخل علينا. عارفين انا قلت له ايه؟ والله بمنتهى التلقائيه لقيتني بقول له هسيبكم تسمعوا. ما شاء الله اللهم بارك. ما هذا؟ انت رايح فين يا حاج؟ انت رايح فين يا حاج؟ رايح فين يا حاج ورايح لمين يا حاج؟ ايوه كده، بقول له انت جاي لمين يا حاج؟ انت جاي، اصل انا مش عارف ده. خلي بالك بقى، قرش الحوت ده في حاجه. قرش عاده القرش يا جماعه بقه تحت، بقه في بطنه، يعني انت لو شفت اي شكل قرش هتلاقي بقه وشه عامل كده وبقه في بطنه، الا قرش الحوت بقه في مقدمه وشه وبقه كبير. فانا ما كنتش خايف ان هو ما عندوش سنان، هو فعلا ما عندوش سنان لان هو عنده فلاتر كده بس بتصفي الميه من الاكل اللي بياكله، لكن ما عندوش سنان. لكن اللي زي ده انت ما تخافش انه يعضك، لان ده حضرتك ما بيعضش، ده بيفتح يدخل يقفل. الحقيقه هي متعه ما بعدها متعه انك تشوف الحاجات دي على الحقيقه. انا عايز اسيب لكم حته صغيره في الفيديو ده. الامله اللي ماشيه على ظهر القرش دي ليها اسم وليها وظيفه وليها طبيعه، ومش هتلاقي قرش الا لما تلاقي معاه الامله دي. وعاده احنا بنصطادها هي الاول. اول ما بتطلع معانا الامله دي بتدينا مؤشر مهم جدا. واحد، ان هنا في قروش، فلموا بعضكم يا جماعه وامشوا. اتنين، انك انت خلي بالك ان الموضوع كده خلاص بقى صعب علينا فلازم نرجعها تاني البحر. المهم انا هسيب لكم حكايه الامله في التعليقات، اللي يعرف اي معلومه عنها يقول لنا. والوحيد ابن الايه اللي غير الشعار، اللي يشدنا مش هيبات عندنا بس يبعد عننا.